Subscribe Yak Beer. Subscribe Ya Prince. Subscribe Ya Bashak. Subscribe Ya Estaza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ طبعا انا حذفت الفيديو اللي فات اللي انا قلت عليه ان هو هيكون مجرد بس دردشه كده يومين وهنشيله يعني، فانا شيلته لانه هو كان دردشه فعلا، ولان اليوتيوب ما علوش امكانيه او مساحه ان انت تحط، او انا لسه القناه بتاعتي لسه ما وصلتش 10000 فبقدر احط الايه اليوتيوب شورتس اللي هو الفيديوهات الصغيره دي. والله ببقى انا نفسي ادردش مع الناس بتاعت يوتيوب، الجمهور اللي على اليوتيوب يعني، لان هو مختلف عن فيسبوك شويه، بس انا بنزل فيديوهات على الفيسبوك برضو بتتكلم عن مواضيع تانية وحاجات تانية وبتاع، لكن لسه موضوع اليوتيوب ما اتاحليش القصه دي. وبرضو يعني مش عايز انعكش القناه بحيث ان القناه يكون فيها كذا حاجه بتتكلم عن كذا حاجه، لو في مثلا موضوع جه في دماغي فبتكلم عنه فبحط الفيديو كام يوم على اليوتيوب وبعد كده بشيله وهكذا. فانا عايز القناه تفضل زي ما هي في الجزء بتاع السياحه والاماكن السياحيه والتاريخيه والتراثيه والحاجات دي، تفضل القناه بالايه بالشكل دوت يعني، فمش عايز اغير ايه شكلها وكده. الفيديو اللي انا شلته كنت بتكلم فيه ان هو كنت على كلاب هاوس ولقيت الناس بتتكلم عن سياحه المطاعم، ودي كانت حاجه انا ما خدتش بالي منها، يعني دي كانت حاجه انا ما شفتهاش او ما خدتش بالي منها، لان انا كنت مهتم بالايه زي ما قلت لكم قبل كده، مغامرات والهايكنج وطلوع الجبال وزياره الوديان والحاجات الغريبه والكهوف والحاجات دي، فما جاش في بالي ان ممكن يكون في ناس مهتميه بموضوع سياحه المطاعم هنا في الرياض. فلو انت جاي جديد الرياض او عايز تشوف حاجه، او انت مثلا من سكان الرياض وعايز تروح تاكل في مكان تحس فيه قوي الشعبيه والتراثيه، وتقريبا عندك مكانين هتتبسط جواهم من الشكل، والمكان الثالث والرابع للاكل. المكان الاولاني هو المطعم بتاع القريه النجديه، والقريه النجديه هو المطعم كله الستايل بتاعه، المجالس العربي او المجلس الارضي، والتراث بتاع البيوت القديمه اللي هي المبنيه بالطين وهكذا. الشكل طبعا بس هو بنايه حديثه، بس الشكل بيدي لك الايه الشكل ده. والمنيو طبعا اكل شعبي خليجي او سعودي، الشكل من بره حتى تحس ان هو ايه قديم كده، والطراز العام كله ايه بيتكلم على نفس الفكره بتاعه الايه الاسم. المطعم التاني وبرضه هو في مدينه الرياض، ممكن ابقى احط لكم الحاجات دي في اللوكيشنز تحت، احط لكم الحاجات دي في الديسكربشن تحت اللوكيشنز بتاعتها وكده. بس انت مجرد ما تكتب على جوجل القريه النجديه او المجلس الخليجي، ده المطعم التاني، برضه مطعم حلو جدا من بره ومن جوه، الستايل بتاعه نفس الفكره بتاعه البيوت القديمه والحاجات اللي هي شبه البيوت اللي في الدرعيه وهكذا. برضه المنيو بتاعه سعودي وشعبي وخليجي، بحيث ان انت لما تروح هتلاقي الحاجتين، يجمع ما بين الثقافه والاكل والمنيو بتاعه وهكذا. المطعم الثالث وهو كابريتو، انا بصراحه ما زرتوش قبل كده بس شفته طبعا كتير، بيقولوا ان هو بيقدم برضو المنيو بتاع الاكل الخليجي او الاكل السعودي خصوصا يعني. ده بالنسبه لايه للمطاعم الاشهر في موضوع الاكلات السعوديه وكده. في طبعا عندك ممكن مثلا حد يقول لي الرومانسيه، برضو الرومانسيه من المطاعم المشهوره هنا جدا، وبتقدم برضو منيو عليه الاكلات الخليجيه او الاكلات السعوديه يعني خصوصا يعني. اللي بعد كده ممكن انا كتبت في شويه حاجات كده، الحاجات اللي انت تندرج تحت السياحه، سياحه المطاعم والكافيهات والمولات والحاجات دي. طبعا مش هيخفى عن الجميع حاليا في الوقت الحالي واجهه الرياض. واجهه الرياض تقريبا هو مكان بصراحه انا ما زرتوش قبل كده، هو تقريبا قرب المطار او قرب طريق المطار، بيجمع بقى ما بين حاجات كتير، مطاعم وكافيهات وممكن اماكن للشوبينج وكده، والمكان لسه جديد جدا. طبعا الحاجه الجديده بيبقى ليها وهج كده عن الحاجات القديمه مثلا يعني، ما ممكن انا كنت مثلا من رواد القصر مول، الرياض جاليري بتاع الحاجات دي تعتبر ادمت شويه يعني، بس طبعا لسه زي ما هي يعني. بس طبعا الحاجات الجديده بتبقى ليها ليها طعم خاص كده او ليها يعني شكل خاص وكده. فواجهه الرياض بتضم حاجات كتيره جدا، مطاعم وكافيهات وممكن يكون ممكن تلاقي مثلا حاجات للاطفال او كده. طبعا اماكن للشوبينج ده شيء اساسي يعني. ده بالنسبه للمكان اللي بعد كده. المكان اللي انا رحت زرته كان بصراحه يعني برضو انبهرت جدا من الشكل هناك والتصاميم. الرياض بارك مكان هناك حلو جدا وكبير جدا، وتقدر ان تروح تعمل حاجات كتير بقى يعني، تقدر تروح تعمل شوبينج، تقدر تدخل السينما، كافيهات هناك حلوه جدا، مطاعم هناك لطيفه جدا. لو انت تعمل شوبينج فيه برضو تقريبا هايبر ماركت هناك، فيعني لو انت رحت تقضي اليوم كله هناك عادي الموضوع هيبقى لطيف جدا وهيعجبك يعني. المكان اللي بعد كده برضو انا ما رحتوش، بس بيقولوا ان هو يعني هو في شكل جديد كده او في طابع جديد. شارع 9
هو اسمه كده شارع 9، اللي هو عبارة عن شارع طويل مليان على اليمين واليسار مطاعم وأماكن الألعاب الأطفال وكافيهات بتاع مش عارف ايه حاجة كده. تقريبا لو أنا متذكر أو أنا قريت صح من اللي كان كاتب، هو كان كاتب إنه المكان بتدخل تقريبا التيكت ب180 ريال عشان تدخل الشارع، وبعد كده بقى كل حاجة انت عايز تعملها جوه، مثلا تاكل اكل فري تقريبا انا مش متأكد من الحكاية دي، بس هو يعني الموضوع دوت. بص انا مش بحب احضر عن الحلقات اللي انا بعملها، ليه؟ لان انا بحب انقل التجربة زي ما انا شفتها، يعني مش بحب خالص ان انا اخش على النت واجيب كلام محطوط كده وارصه تحت بعضه واقوله، لا، اما اني على حسب السمع اللي انا سمعته او اني رحت شفت المكان شفته بطريقه ما بزاويه ما، فبحب انقله للناس زي ما انا شفته. انما الكلام اللي على النت خلاص، الكلام على النت موجود، اي حد ممكن يدخل يجيبه من على النت. فاللي انا سمعته تقريبا التيكت يا ب 160 يا ب 180، تدخل تاكل زي ما انت عايز، حلويات، اكلات عاديه، مشاريب، مش عارف ايه بتاع، شارع طويل تقريبا، تخرج من الشارع خلاص كده الموضوع خلص يعني، وانت قضيت اليوم. بس بيقولوا في حاجات كتير هناك حلوه يعني، يعني ممكن تستحق الزياره. المكان اللي بعد كده وخلاص بقى يعني بيعتبر يعني بيقولوا يعني اللي هو قديم يعني، بس انا بصراحه بحبه جدا. شارع التحليه وهو يعتبر قريب من وسط الرياض، برضو عباره عن مطاعم كتيره جدا وكافيهات كتيره جدا، والشارع هادي ويتميز بشويه حاجات كده. الناس طبعا القديمه اللي راحت الشارع وزارته طبعا هتبقى عارف انه ايه شارع التحليه، يعني مش هيروح عليه ابدا يعني. تقريبا اللي بينافسوا دلوقتي في الوقت الحالي من مطاعم وكافيهات والفود تراكس والحاجات دي تقريبا طريق تركي الاول تقريبا، زي ما انا تقريبا اكون نطقته صح. انا ما رحتوش قبل كده بصراحه، وده تقريبا اللي كان فيه فعاليات ايام موسم الرياض الاولاني، وتقريبا في دعايه احنا شفناها دلوقتي في الوقت الحالي واعلانات بتقول عوده المواسم مره تانية، فان شاء الله الدنيا تفتح ونخلص من الكورونا دي، عشان الواحد زهق اقسم بالله، الكمامه دي خلاص يعني. ف طريق تركي الاول او شارع تركي الاول ده اللي كان فيه فعاليات، وحاليا في مطاعم وكافيهات كتيره جدا ممكن اعتقد تكون بتنافس شارع التحليه. اللي بعد كده تقريبا انا قلت القصر مول، برضو يعني ممكن يكون في وسط الرياض بس هو قديم شويه، بس برضو حلو جدا، ممكن تلاقي فيه حاجات كتيره جدا تعجبك، سواء كان شوبينج او كافيهات ومطاعم، او في الدور اللي فوق في ملاهي الاطفال. فالموضوع هناك جميل جدا، دايما كنت بروح انا والولاد. اللي بعد كده ودي ممكن نختم بيها، وبرضو الموضوع هناك ظريف، انا ما زرتهاش قبل كده بس شفتها يعني او بشوفها كتير وانا ماشي، مقهى المساء. ومقهى المساء هي اكبر مقهى في الوطن العربي تقريبا، لان هو المكان ضخم جدا وبيقدروا يخدموا 5000 ضيف في وقت واحد، واخدين جينيز ريكورد على الموضوع دوت، ومتعلقه الشهاده اصلا بتاعت جينيز ريكورد لما تدخل جوه في الكافيه. فهو تقريبا تقاطع طريق الملك فهد مع طريق العليا لو انا متذكر، هو تقريبا بعد البرج بتاع المملكه، البرج الكبير ده، فهو هناك اسمه مقهى المساء. فكل الاماكن دي انا هحط لكم تحت في الديسكريبشن. وبصراحه انا يعني ما جربتش ان انا اعمل قبل كده مراجعات او حاجات لمطاعم او كافيهات او كده، لاني مش حاسس انه الموضوع يعني ممكن يكون فيه ريفيو، لانه يعني مش عايز اروح مكان فالحاجه ما تعجبنيش فاطلع اقول للناس الله ده جميل ده تحفه بتاع مش عارف ايه، خصوصا ان انا فعلا بالفعل اصلا زرت مطاعم قبل كده، ويعني مش عايز اقول يعني الاكل ما عجبنيش، لكن يعني الاكل كان سعره غالي جدا 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 وكان عادي يعني. ما في مره كده من المرات رحت مطعم كان سندوتش، خدت سندوتش برجر وكان 7 وازازتين ميه، تقريبا دفعت 180 ريال مش عارف ليه، هو سندوتش برجر عادي يعني، انا يعني ما كانش فيه اي حاجه غريبه، بس طبعا المكان كان في حته يعني مش عاديه، فطبعا انت بتدفع تمن المكان والقعده ومش عارف ايه وحاجات زي كده يعني. فمش عايز اروح فاقول للناس تجربه فالناس ممكن ما تعجبهاش تجربه او تعجبها او بتاع، فدي من الحاجات اللي انا ممكن ما اكونش حابب ان انا اعمل لها ريفيوز او كده يعني. فاتمنى الفيديو النهارده يكون كده خفيف لطيف مفيهوش اي دوشه، ويكون يعجب الناس اللي هي حابه ان هي تعمل سياحه او ان هي يعني تتجول في الرياض وبتاع. دي افضل او اكتر الاماكن اللي انا ممكن اكون رحتها او سمعت عنها يعني من خلال ناس صحابي وكده. طبعا اي حد عنده مكان ممكن يكتب لنا في التعليقات، بحيث برضو الناس اللي هتدخل على الفيديو تستفيد من التعليقات. لو انت رحت مكان انا ما ذكرتوش اكتب لنا في التعليقات ان انت رحت المكان دوت، وبحيث الناس تقدر تزوره. شكرا لكم، كان معاكم محمد سمير، السلام عليكم.